الموبايل ده من ساعة ما مسكته وهو واخد عقلي بشياكة الظهر بتاعته، سواء كان الملمس الغريب للجلد او التشققات الصغيرة جدا المميز بيها الجلد اللي موجودة في الظهر، وكمان اللون اللي اوبو بتسميه السانسيت اورنج اللي هو لون برتقاني كده. الدرجة بتاعته فعلا شكلها ممتع للعين. الديزاين ده خلاني ان انا مستخسر احط الموبايل في الجراب، انا عاوز افضل ماسك الموبايل بايدي ومستمتع برؤية وملمس هذا الديزاين المتعوب عليه. ولكن ستوب، ثانية واحدة يا خياط، الموبايل مش مجرد ظهر بس. هقولك الصراحة فعلا عندك حق، فخليني في الفيديو ده اكلمك عن تجربتي للرينو ال8T. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد للاوبو الرينو ال8T. فئه الرينو من اوبو زي ما انتم عارفين هي فئه متوسطه. تصميم الموبايل زي ما قلت مميز جدا بالجلد اللي موجود في الظهر بتاعه واللون الاورنج المميز ده، وكمان الظهر هتلاقيه واخد كيرف بسيط قوي من على الجوانب بيتلاقى مع الفريم البلاستيكي الذهبي اللي واخد كيرف هو كمان علشان يخلي مسكة الموبايل مريحة جدا في اليد. كمان لو بصيت على الظهر هتلاقي فيه خياطة كده مميزة بتلف حوالين البروزين الخاصين بالكاميرات. وعلى سيرة الكاميرات فزي ما انت شايف هنا الدايرة او البروز اللي فوق للكاميرات هو اللي بيحتوي على الكاميرا الاساسية، والدايرة او البروز اللي تحت بيحتوي على الفلاش والكاميرا بتاعت العزل وكمان كاميرا الميكروسكوب اللي هتكلم عليها كمان شوية. لكن الشيء المميز هنا هو ان البروز المدور اللي فوق ده فيه RGB رينج بتنور على حسب ما انت عاوز. انت بتقدر تخليها تنور بالوان مختلفه، وبتقدر كمان تخليها تنور لما يحصل حاجه معينه، يعني مثلا لما يجيلك مكالمه تنور، لما يجيلك اشعار تنور، لما تكون فاتح الالعاب مثلا تنور، او ممكن وانت حاطط الجهاز في الشحن دايما تكون منوره علشان تقول لك على حاله البطاريه. فالصراحه شكلها مميز جدا وفعلا بتخلي الجهاز شكله مختلف عن باقي الاجهزه اللي موجوده في الفئه السعريه عموما. وبالرغم من ان الجهاز هنا سمكه لا يتعدى ال 8 مللي وكمان وزنه لا يتخطى تقريبا ال 190 جرام، الا ان اوبو عرفت انها تحافظ في الجهاز ده على حاجتين، وهما الاول منفذ الصوت ال 3.5 مللي، والحاجه الثانيه هو البطاريه ال 5000 ملي امبير الكبيره اللي موجوده فيه بالرغم من حجمه الصغير ده. وعلى ذكر منافذ الصوت فالجهاز هنا فيه سماعتين استيريو، السماعه اللي موجوده في الفريم من تحت وكمان سماعه المكالمات، والسماعات هنا صوتها عالي جدا وفي وضع ان بيعلي لك الصوت سنه كمان بس بيأثر شويه على الكواليتي. ولكن بشكل عام بالرغم من ان سماعات صوتها كويس جدا الا ان عموما الكواليتي بتاعتها يعني محدوده في حته البيز شويه، يعني تحس كده ان الصوت كان محتاج يبقى اضخم من كده شويه. ولكن الصراحه الانبهار بالجهاز ده هيبدا يتلاشى شويه لما تبدا تلف الجهاز وتبص على الشاشه بتاعته. الرينو ال8T جاي بشاشة مش مبهرة الصراحة زي التصميم بتاع الظهر. الشاشة هنا جايب حجم 6.43 بوصة وجاي من نوع اموليد، وبتدعم الريفريش ريت لحد 90 هرتز، ودقتها فول اتش دي بلس ومحمية طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 5، واخيرا السطوع بتاعها بيوصل لحد 800 نت او شمعة. كارقام الشاشة هنا مقبولة جدا، اي نعم الريفريش ريت كان يفضل ان هو يبقى 120 هرتز، والسطوع كمان كان المفروض ان هو يبقى اعلى من كده شوية، ولكن التجربة اجمالا مش هتلاقي فيها مشكلة خصوصا على المدى الطويل. يمكن بس الشيء الوحيد في الشاشة اللي ممكن يضايقك منها ظاهريا هو الحافة السفلية اللي تحت اللي تعتبر كبيرة شوية، فشكلها كده مش مواكب للترند الجديد بتاع الموبايلات. والكلام ده احنا ممكن نكرره بشكل او باخر مع المواصفات بتاعة الجهاز. الموبايل ده جايبه معالج ميديا تك هيليو G99 مع 8 جيجا بايت رام وذاكرة داخلية 256 جيجا، جاي من نوع UFS 2.2 اللي يعتبر سريع جدا وهو المعيار السائد في الاجهزة بتاعة الفئة المتوسطة. ولكن للامانة المعالج اللي موجود في الجهاز هنا الى حد ما انت ممكن فعلا تشوفه في اجهزة في فئات سعرية اقل. ولكن السؤال هنا، هل تجربة الجهاز مع المعالج ده كانت تجربة مميزة ولا لا؟ والاجابة هنا او لا على حسب انت هتستخدم الجهاز في ايه. فتجربة الاستخدام اليومي الجهاز هنا تجربته ممتازة، سرعة فتح التطبيقات والتبديل ما بينها كل دي حاجات هتعملها بمنتهى السلاسة، وكمان ال 90 هرتز اللي موجودة في الجهاز مع الاوبتمايزيشن الكويس بتاع السوفت وير على الهاردوير اللي موجود فعلا في الجهاز بيديك تجربة بشكل عام سلسة ومش هتلاحظ فيها اي مشاكل. ولكن للامانة ده مش انسب موبايل تجيبه للالعاب.
الموبايل ده شغال لي ببجي اتش دي على هاي، وشغال لي كمان كول اوف ديوتي على ميديوم جرافيكس وعلى هاي فريم ريت. تجربه الالعاب كانت سلسه ومقبوله بشكل كبير، وسخونه الجهاز في الالعاب لا تكاد تذكر السخونه الطبيعيه، ولكن للامانه زي ما قلت لك الجهاز مش بيقدم افضل تجربه العاب ممكنه في الفئه السعريه بتاعته. لكن الشيء اللي اتحسن في سلسله الرينو وبشكل ملحوظ هو البطاريه اللي موجوده في الجهاز. عاده سلسله الرينو من اوبو دايما حجم البطاريه بيبقى فيها تقريبا 4000 ملي امبير، 4300، يوم ما بتبقى كبيره تبقى 4500. في الموبايل ده بقى السعه بتاعت البطاريه نطت من 4500 لحد 5000 ملي امبير، وده بيخلي الموبايل يقعد معاك بمنتهى السهوله لحدود ال8 ساعات من وقت عمل الشاشه وانت مرتاح. اما سرعه الشحن بتاعت الجهاز، فالجهاز هنا بيدعم الشحن السريع ال 33 واط، وجاي معاه شاحن سريع 33 واط في العلبه، بيقدر يشحن الجهاز تقريبا بشكل كامل في حدود الساعه و5 دقائق او ساعه و10 دقائق، فهي تعتبر مده كويسه. ولكن بما ان اوبو من احدى اوائل الشركات اللي قدمت تقنيات الشحن السريع، انا شخصيا كنت متوقع ان الجهاز ده يجي بشحن اسرع شويه. لكن الشيء اللي مش محتاج تحسين في الجهاز هنا هو تجربه الشبكات، لان التجربه هنا ممتازه. الجهاز هنا بيقدر ياخد خطين وبيشغلهم 4G في نفس الوقت، وفي مكان منفصل لكارت الميموري، يعني تقدر تحط الكارت والخطين في نفس الوقت. صوت سماعه الجهاز عالي جدا وواضح، والجهاز فيه مايك تاني لعزل الضوضاء، وكمان فيه مستشعر تقارب حقيقي علشان يفضل قافل الشاشه طول ما انت معاك مكالمه. واخيرا قوه التقاط الموبايل لاشاره الجي بي اس والواي فاي ما كانش فيهم اي مشاكل. نيجي بقى لحوار الكاميرات، بما فيهم الكاميرا الميكروسكوب والكاميرا الاساسيه ال 100 ميجا بكسل. ولكن خلينا في الاول نخلص تفاصيل الكاميرا السيلفي في السريع كده اهو، علشان نخش بقى في موضوع الكاميرات الخلفيه الغريبه اللي موجوده في الموبايل. الكاميرا السيلفي اللي موجوده في الجهاز هنا جايه بدقه 32 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.4. الصبح التفاصيل مقبوله جدا، الديناميك رينج كويس جدا، لكن في بعض الصور هتلاقيه مش بيظبط، مش عارف ليه الصراحه. وبالليل الوضع بيكون صعب شويه، التفاصيل بتقل بشكل ملحوظ، ولكن الوضع الليلي بيظبط الدنيا شويه. لكن الحقيقه وضع البورتريه هو اللي بعافيه شويتين، في الصبح كده تحس ان العزل فيه مش طبيعي وفيه اخطاء، وبالليل للاسف الوضع بيبقى اسوأ. اما الكاميرات الخلفيه فهم 3 كاميرات. الكاميرا اللي لوحدها فوق دي هي الكاميرا الاساسيه اللي جايه بدقه 100 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.7. الصبح الكاميرا هتطلع لك صور اجمالا كويسه جدا من ناحيه التفاصيل ومعالجه الالوان، وكمان الديناميك رينج في الجهاز هنا مميز جدا. اما في الاضاءه الضعيفه فالكاميرا بتحاول بقدر الامكان انها تخفي النويز اللي موجوده في الصور، ولكن للاسف ده بيجي على حساب التفاصيل، فبتلاقي ان الصور ناعمه شويه. ولكن الوضع الليلي بيجي في الظروف دي وبيلحق الدنيا شويه، وبيقدر يقدم لك صور بتفاصيل واضاءه افضل. اما الدايره اللي تحت فهتلاقي فيها 3 حاجات: الفلاش بتاع الموبايل، والكاميرا الخاصه بالعزل، ولكن الكاميرا الاهم هي الكاميرا بتاعه الميكروسكوب. وانا هنا مش بقول كاميرا ماكرو، دي كاميرا ميكروسكوب فعلا، انت بتقدر تشوف بيها حاجات انت لا يمكن تقدر تشوفها بعينك مهما عملت. لما قربت من كارت الميموري الكاميرا الميكروسكوب دي جابت لي تفاصيل انا فعلا مش شايفها بعيني. وكمان لما جيت قربت الكاميرا الميكروسكوب دي للماوس باد بتاعتي، اللي هي المفروض يعني تحسها كده عامله زي فابريك او يعني مش عارف اوصف الخامه بتاعتها، لكن لما جيت قربت الكاميرا ليها لقيت انها مكونه من شحيرات صغيره جدا جنب بعض، يعني شكلها مخيف شويه، لكن هي في الحقيقه ما تحسش ان شكلها من جوه هيكون بالتفاصيل الغريبه دي. ففعلا الكاميرا هنا بتقدر توريك حاجات انت فعلا مش هتقدر تشوفها بعينك المجرده. لكن في رايي روشنه الكاميرا الميكروسكوب دي مش هتفضل مكمله معاك قوي، يعني بمعنى صح انت هتنبهر بيها في الاول وهتبدا تستخدمها في كام حاجه كده في الاول، ولكن مع الوقت مش هتستخدمها كتير، وهتلاقي نفسك بتقول لو كانت الكاميرا دي كاميرا الترا وايد كان هيكون احسن، لان الموبايل هنا للاسف بيفتقد للكاميرا الالترا وايد. اما بخصوص تصوير الفيديو على الجهاز هنا فخلينا نشوف مع بعض. خلينا نجرب سريعا تصوير الفيديو على الجهاز. للاسف اخره 1080، وده كده تجربه سريعه للفيديو. طبعا الشمس طالعه فالديناميك رينج الى حد ما مقبول، وفي تثبيت في الفيديو، ولكن للاسف اخره 1080 30 فريم في الثانيه. لو هنجرب بقى تصوير الكاميرا السيلفي فيديو في 1080 برضه 60 فريم في الثانيه، الشمس طالعه بس، فالديناميك رينج مقبول الى حد ما، لكن برضه مش افضل حاجه بالطبيعي الفئات السعريه. نيجي بقى للخلاصه، الجهاز ده سعره كام وهل يستحق سعره ولا لا؟ الجهاز ده حتى الان هتلاقيه موجود في بعض المحلات، ولكن بشكل غير رسمي وبدون ضمان محلي. الجهاز هتلاقي سعره بيتراوح من حدود 10000 لحد 12000 جنيه على حسب النسخه المتاحه منه، لان في نسخه منه 128 ونسخه ثانيه 256، فبالتالي هتسال نفسك هل الجهاز ده يستحق فعلا السعر ده ولا لا؟ والاجابه هنا ليها منظورين مختلفين. لو هتبص للموضوع من ناحيه المواصفات فقطعا هنا الموبايل مش بيقدم افضل مواصفات مقابل السعر، ولكن
ولكن لو هتبص للتجربه اجمالا فالموبايل هنا يعتمد عليه وهتاخد منه تجربه ما فيهاش مشاكل كالمعتاد من اوبو. ففي النهايه الموبايل هنا مش كامل، زي ما التصميم بتاعه مميز واداء البطاريات كان ممتاز وكمان السوفت وير بتاع الجهاز محترم ومش هيظهر فيه مشاكل كتير مع الوقت، الا ان في المقابل اداء الكاميرات في الموبايل هنا مش افضل حاجه، خصوصا مع غياب الكاميرا الالترا وايد، وكمان الجهاز هنا مش بيقدم افضل تجربه العاب في فئته السعريه. فبالتالي المعيار الحقيقي لاختيارك للجهاز هو انت على حسب الاحتياجات اللي انت فعلا بتدور عليها في الموبايل اللي انت عاوز تشتريه. فقولي في التعليقات لو انت معاك من حدود 10 ل 12000 ايه الجهاز اللي انت هتروح تشتريه دلوقتي. مستني الكومنتات بتاعتكم وخلينا نتكلم مع بعض كده في الكومنتات. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو ده، فلايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.